أنواع العهود اللي بتتم ما بين الإنس والجن، يا ترى إيه هي؟ هل كل الأنواع واحدة ولا بتختلف من جان لآخر ومن إنسان لآخر؟ أنا هقول لكم أنواع العهود اللي ما بين الإنس والجن عشان يتم التعامل. 3 أنواع. أول نوع وهي العهود العلوية، تاني نوع العهود الأرضية، تالت نوع العهود السفلية. أول نوع وهي العهود العلوية اللي ما بتتمش غير مع الجان المؤمن وأي إنسان مؤمن حافظ لعبادته ولذكر الله وحريص على عدم الشرك، ودي استحالة تطلب منك أي حاجة خارج عن الشريعة أو ما يغضب الله، وما بتخرجش العهود عن عهود واحدة بس وهي العهود السليمانية، ما بيخرجوش عنها تماما، ودي كلها عليها شروط وقيود وما فيهاش أي حاجة تخليك تشرك باللي خلقك ولا تعبد غير اللي خلقك ولا تقسم ولا تحلف غير باللي خلقك. تاني نوع وهي العهود الأرضية، ودي بقى ميكس جامع ما بين الخير والشر. الخدمة دي بتجيلك على أساس إنها من العلويات، وده كلام مش صحيح، بتخدعك كل الخداع، والعهود بتاعتها فيها شرك بالله وفيها بعض أسماء الجان اللي بتحلف بيها وبتقول فيها بعض الطلاسم علشان يتم العهد وتقع في الخية. بتكون كده ميكس بتوهمك بيه إنها من العلويات وهي أبعد ما يكون عن العلويات، ولازم هتخليك تشرك باللي خلقك. أما بقى العهود السفلية فواضحة جدا من اسمها، ودي كل العهود اللي بيتم فيها خارج عن إرادة الله عز وجل وطاعته، ولازم يخليك فيها تشرك باللي خلقك وتكون من أعوان إبليس، وبتتم بقى بالدم أو لعنة الأفاعي أو نجاسة الطير، وليها 1,000,000 عهود وعهود وبتختلف على حسب الجان والتاني. أما العهود العلوية فهي واحدة بس، ما بتخرجش أبدا عن العهود السليمانية. أما بقى الأرضية والسفلية فحدث ولا حرج، أشكال وألوان وأنواع على حسب الجان اللي انت هتقع في إيده من أي قبيلة، وعلى حسب هو بيؤمن بإيه، وطبعا كلهم مشركين بالله. قصدي أقول من شياطين الجان اللي بيستدركوك عشان تكون من أعوان إبليس. أظن دلوقتي عرفتوا إيه هي أنواع العهود وأنهي العهود الصادقة. العلوية ما بتخرجش عن العهود السليمانية، وكل عهد وليه الوفق بتاعه وانت ونصيبك، أما الباقي هلاك.